ما سمعتوا يشكر فيكم؟ يشكرنا ما توقعنا مصدر المباراة يشكر وين يا اخي خلنا نسمعه. اشكر بهذا طلع لي الفريق لقاء ويشكر فيهم. وين يا زلمه؟ الحمد لله رب العالمين. هارد لك للمنتخب الاماراتي وجمهوره، ومبروك لنا الجمهور الاردني، ومبروك لكل شخص بيحب الاردن، وشكرا للشباب المحللين اللي دائما ما بيحكوا لنا راح نفوز. شكرا لكم، اسمعوني، شكرا لكم عن جد. دائما لا تفوزونا، دائما يحكوا نخسر دائما او عدلونا، فالنشامه دائما موجودين وحاضرين ومن حضروا ان شاء الله. يا اخي صدق بسالكم سؤال، انتوا ايش فيكم مع الاردن؟ المنتخب الاردني بس مين حكى؟ يا اخي انا اشوف انها توقعت خالد. انا سؤال لحظه شوي، انا كل ما تكلمت بتنط لي يا احمد الرواس 50 ما بتكلم، يعني اذا انا بطيت اتكلم والثاني لا انت من اول حلقه انت ماسك الحلقه. خلاص اوكي اهدى شوي. هذا يتكلم ما تمشي، ما تكلم ساكت. اللهم صل على النبي. ما بس خلاص ما ما شاء الله عنا. زياده خلاص تكلم. ما تكلمنا نحن. زياده تفضل. وانت والله حكيت مين مشيك وتقول خالد لحظه يا مسكين نحن نقول له تكلم ما يخليك. زياده تفضل تفضل. لا خلاص لا عشان خلاص خلينا نتكلم. لا ولا شيء، ما تكلمناش. يلا تفضل احمد رواس. خلاص يلا احمد يلا يا اسد. يا اخي التوقعات كل واحد بيحط على قدراته الفنيه. ماشي انا ما بتعاطف في حد في قدرات العرب، هذا مو تعاطف جنسيه. نحن يعني كل منتخب نعطيه يفوز او يزعل، مثل حتى الفلسطيني يزعل، ما بالك جمهور. لا انا من حقي احط نتيجه، احط توقعات على تحليلات الفنيه. ما في تعاطف الا مع بلدي، ممكن اتعاطف اقول بيفوز، اما الباقي يا اخي رواس انا مستغرب والله حد في عقل انه يزعل منه واحد توقع. لا رواس انا ما بدأ في لا مش على الجمهور، مش انت على الجمهور. اتوقع ورجح كفه منتخب قطر. هذا الناس فيها عقل، بتفكر ولا ما تفكر؟ توقع هذا استاذ عادل انه حكى حصه كبيره، يعني حصه كبيره كم؟ وش فيها ان شاء الله يكون حصه كبيره صح؟ لا يا شباب بس دقيقه لو سمحتوا يا اخي. الفرق بين التوقع وانه لا في توقع هذا يا شباب. في تحسس عند البعض. تحسسوا اهدى شوي يا اخي اهدى، خلينا نتكلم كلمتين على بعضهم. في تحسس عند بعض الجمهور، وانا كانسان ترى شعور، يعني لما انا اتابع لي برنامج تلفزيوني واسمع المحللين فيه يقللون من قيمه منتخبي، يمكن ادخل عليكم بالتلفزيون لو يحصل يسمحون لي يعني. وانا ترى كثير من الاوقات يطالبون الجمهور انه يتدخلون معنا، بيقول يا اخي كيف قاعد يتكلم هالكلام، مش منطقي كلامه ابدا. كيف؟ فالبعض يقول يعني ان انتم اوفر، يعني اوقات تجاملون في مجاملات عواطف او عاطفه، انه والله انا يعني عاطفه، انا صديقي من هاي الدوله بروح مع مجامله يعني. فلكم انت معانا ابو جاسم. طيب معلش احكي في هذا الموضوع. ابو جاسم معلش احكي في هذا الموضوع لانه يمكن انا اكثر واحد بسمع هذا الحكي في الاردن يعني. زين. مبدئيا مجرد انه يزن يحكي هذا الكلام دليل انه اللاعبين مهتمين في هذا البرنامج، والدليل انه هذا البرنامج يعني له صدى كثير كبير على اللاعبين والاجهزه الفنيه. يعني اذا لك صدى كبير معناته انك تروح تزعل. لا انا بحكي عشان تقيس مع يزن انه بسمع منيح، هذا الحكي مهم جدا. النقطه الثانيه، ما في حدا بيأذي اي بلد، يعني انا ممكن احكي رايي الفني في العراق، بحكي لنشأة والله انا بحكي العراق راح تخسر، هذا دليل مش بكره العراق، انا بحكي كرة قدم. ففي النهايه معظم اللي بصير، ترى كابتن احمد المعظم حكى انه الاردن راح تخسر، يعني عشان ما تدخلش في هاي القصه. معظم اللي حكوا انه الاردن راح تخسر، فبالتالي هو كل واحد ابدى وجهه نظره الفنيه، ما بيحكي انه الاردن بدها تخسر لانه بكره الاردن. فبالتالي الجمهور لازم يفهم هذا الكلام، انه انا والله حكيت الامارات لانه بناء على الامارات عنده 22 محترف، عنده كذا بس الاردن عنده نقص كذا لو سمحت فبالتالي منطق واقع كرة القدم. لو سمحت ما تمررها علي. احكي. ما تيجي تقول لي المنتخب الاماراتي عنده 22 محترف. اذا لاعبين الامارات محترفين فلاعبينك محترفين. كلمني بهذا. لا اسمح لي. كلمني بهذا المنطق. احنا الغيابات اللي عندنا، الغيابات مؤثره، والكل حكى عن موضوع الغيابات، وانا قلت لك الغيابات مش راح تكون ان شاء الله مؤثره. فبالتالي انت ما بتعرف لاعبين الاردن الثانيين، يعني المعظم ما بيعرف لاعبين الاردن الثانيين مش متواجدين. بس كمان يقول لك يعني حدثني بالمنطق. شو المنطق يقول؟ انا فريقي اول فريق متاهل لكاس العالم، ما ترشحني؟ شو دخلوا هاي؟ هيك كل واحد حر، كل واحد حر في وجهه نظره. يا اخي كمنطق كوره يا جماعه الخير، ابي حد يكلمني منطق. يا عمار ايش فيك ساكت؟ كلمني بمنطق كوره. ايوه اول منطق كوره. انا قلت عمار، تسمك عمار؟ لا لحظه بعطيك اعظم برامج كوره. انت اسمك عمار. لا لحظه 2 برامج كوره. انت ما قلت بتسكت من شو ما رح تتكلم؟ التزم يا اخي. لا بنعطيك لا خليك عند وعدك، انا كنت تبغى تعصب اليوم. لا احمد 12 برامج كوره اعلى تصويت كلهم على الامارات.
365 وفي تصويت 200,000 ما ادري 100,000 كلهم على الامارات. اذا انت من النوع اللي تتاثر من نوع التصويت. لا بقول لك يعني ما له دخل يا اخي. انت ما قلت تبي تسكت؟ والله يلا سكتنا جزاك الله خير. عمار، كمنطق منتخب متاهل الى كاس العالم ومنتخب خارج من كاس العالم بنفس العناصر اللي موجوده في المنتخب الاماراتي حاليا هي خرجت من تصفيات كاس العالم، كيف ترشحها ان تفوز على المنتخب الاردني اللي يعطيك كره قدم، اداء، روح قتاليه، عنده حلول فرديه، مهاره، كيف تترشحها؟ الصراحه المفروض انه الاردن يعني واحد من الناس بكري رشحت الاردن بياخذ كاس بنجم يكون في النهائي، وتونس نافسنا مع الاردن وفزنا عليهم يعني في اخر الثواني بعد طرد. ممكن قلت ممكن فما حظ، ولكن كي شاهدت المنتخب الاردني وهو منتخب معناها مترشح كاول منتخب عربي ماشي كاس العالم، يعني الصراحه انا مفوزوا باللقب، خاطر اللي يوري فيه والانضباط والمجهود اللي قاعد يقدم فيه المنتخب الاردني صراحه يستاهل انه يكون في النهائي. نعرف الحكم صعيب، ولكن من خلال هالمقابلات اللي شفناهم المفروض انه نرشحوا الاردن على الامارات. هذا هو اللي لازم يكون بالمنطق بالارقام. نعم. بالارقام الاردن نرشحوها على الامارات. اكبر ناقد رياضي في تونس، انت قاعد تجامل الامارات على الاردن؟ في اسف في المغرب. مش تونسي، انا مغربي. اسف، انا قلت لك اسف، اعتذرت في نفس التوقيت. سمعتك. اقول لك انت اكبر ناقد رياضي في المغرب، جاملت المنتخب الاماراتي على حساب المنتخب الاردني. لا، انا قلت في التحليل بالامس ان المنتخب، انا رشحت الاردن على الامارات. رشح الاردن كمان عادي. الاردن. انا اسحب كلامي. لا، رشحت وعمار رشح الاردن. انا رشحت الاردن لان الاردن اولا اول منتخب انتوا الحين كلكم صرتوا رشحتوا الاردن. مش مقياس. سبحان الله. لا انا رشحت الامارات. انا رشحت الاردن. مطرود لعلمك واخر دقيقه كان بيتعادلوا. انا رشحت الاردن. دقيقه، انت اخر من يتكلم، اعطيتني معلومه غلط من شوي، قلت لنا موقع 365 رشح فوز الامارات كثير واحنا ما تكلمنا والله. إيه انت جاي خلاص عرفت. لا والله ما تكلمت اليوم كثير انت، وتقاطعنا كثير، يعني احنا لحد الان انت تكلمت ساعه، احنا تكلمنا 5 دقائق في البرنامج كامل. اقسم بالله ما عرفتش انا ليش. وانا تكلمت اكثر واحد. لا، انت اول واحد تكلمت فينا كثير، احنا نتكلموا 5 دقائق في البرنامج كله، انت تكلمت فقط اكبر ساعة. يقاطعوني ويخلوني امام الجمهور. لا، انا بقاطع وانا راعي المصايب. اسمع شوف، هناك الراي والراي الاخر. انا بالامس رشحت الاردن لما الاستاذ قال 3 مباريات مين قلت انا بالنسبه للاردن رشحت على الامارات. انت كنت كما قال الاستاذ، انت رشحت الامارات وقلت اقوى منتخب، واليوم لا اسمح لي، اليوم انا ما حللت حتى مباراه اليوم انا كمحايد لا انتمي لاي منتخب، ولكن كعربي مهتم رحت انا، ربما انا رحت اكثر من مباريات للامس واول امس واليوم. انا رحت ماتش الجزائر، اعجبت بالجمهور الجزائري، يعني ممتاز جدا، ممتاز، يعني كان قوي في الملعب. يعني احنا كصحفيين في منصه الصحفيين شعرنا بالرهب والخوف من الصوت. يعني لو انك تغادر المنصه وتدخل لميديا كافي تسمع لو انه هناك هدف، يعني رجعنا بسرعه نشوفه، وهو حماس كبير كان في الملعب. ثانيا مباراه الامارات والاردن، اعتقد على ان انا خوفتني بالامس، قلت بان الامارات قوي جدا. اليوم ظهر بان المنتخب الاماراتي يعني المدرب يتسبب كامل يعني المسؤوليه في تدهور المنتخب الاماراتي اليوم، رغم عمليه الطرد بالطاقه الحمراء. اعتقد على ان جمال السلامي هذا اللي رجع نقول لك بان الاطر المغربيه تشتغل بشكل كبير جيد، انه استطاع فعلا. يا رجال الفريق ناقص 50%. لا شوف منتخبات فريق ناقص. ليش ما حكيت هذا الحكي مباراة الجزائر والسودان؟ استحواذ كورة هذا فيه مباراة الجزائر والسودان كان حكيت عن الجزائر هيك.
هذا مباراة يا انت فريق قوي غير تختلف عن هذول ما بيلعبوا الصف الاول. كيف فريق قوي وفريق مش قوي؟ الجزائر الصف الثاني مدري الثالث. لا شوف منتخبات منتخب الامارات منتخب محترم قوي. اخر دقيقة كم بيسك. الله يخليك شوف هاي كرة ثابتة من نص الملعب يا رواس يا حبيبي، كرة ثابتة من نص الملعب لعبها طويل. ما تحكيش انه شغل، هذا مش شغل، هذا وضع طبيعي. يعني انت بتنزل ملعبك يا ربي. احمد انت اطلعت على لوائح اللاعبين ديال 16 فريق المشاركة في العربية. دابا انت كتقول ان هذا المنتخب ناقص، ما فيش بزاف ديال اللاعبين ما حضروش. راه المغرب والجزائر وتونس حاضره بمنتخبات ثانيه، اسمح لي، والاردن والامارات وقطر، فهي بالتشكيله الرسميه الاولى. اما تشكيله المغرب وتشكيله تونس والجزائر ومصر اللي غيشاركوا في كاس افريقيا الامم ما جاوش بالرسمي. اسمع الله يخليك، لو انهم جاوا بالعناصر الكامله اعتقد سيكون طعم اخر للبطوله. نحن بنقول هذا الكلام من امس، بنقوله من هنا قلناه، لا تعد لي الكلام. وانت كل ساعه انا قلت احنا مش كاملين. ما قلت عن تونس عارف السؤال البطوله لا ذاك اقوى. لو ان كانت لو ان كل فريق بيشارك كابتن بتقولوا مش كاملين ومش كاملين. يعني هاي الكابتن هاي ما خلص احنا احنا في البطوله كابتن. استاذ ادبا انتم اصلا المفروض احنا ادبيا ورياضيا ما نقول احنا مش كاملين. صحيح، عيب اصلا والله في الرياضه عيب اصلا تتكلم هالكلام. ما عنديش المحترفين. صحيح بس كابتن انت اليوم تلاعب بالمنتخب، انت المنتخب الاول. هذا المنتخب الاول موضوع لو احنا مش كاملين جايين بالصف الثاني. يا كابتن انتم بتدربوا الشمس في الغربال. كابتن بقول لك شيء، ترى كل فريق، اسمح لي انا اتكلم على منتخبي كابتن. كل فريق في البطوله ترى عنده نقص. مالك شكون اللي قال؟ كل فريق ترى مش فما فرق بين زوج لاعبين وبين 8 و9 لاعبين. 8 لاعبين اسمح لي. منتخبات جايه حتى جايبه لعيبه جدد يشاركون فيهم. شكون هذا المنتخب؟ هو منتخب كذي ترى. لا اسمح لي، كيف شكون منتخبات؟ اسمح لي، منتخب السعودي جايب ناس جدد، قطر مدخل لعيبه جدد، الامارات مدخل لعيبه جدد، السعوديه جايبه العراق مدخل 9 سوريا. لا السعوديه لاعبين جدد. ايوه في لعيبه جدد مدخلين. مش العراق 9. العراق 9 لعيبه جدد، الامارات مدخل 5 4. الان بس انا اقول لك في الفوتبول لما تلعب انت لما تلعب لما تلعب على مستوى البطوله العربيه المنتخب الاول يا اخي عيب تتكلم يا اخي تقول احنا الثاني يا اخي. كيفاش الثاني؟ يعني عيب تتكلم في الفوتبول. لا تقول احنا لا شنو لا تقول هذا الصف الثاني. انت تذبح جمهورك اصلا. انا كجمهور اذا اسمع منك والله انا جايب الصف الثاني. الجمهور المغربي والجمهور يا اخي ما راح اتابع. يعرف الجمهور الواقع، والجمهور عارف هذا المسألة. عارف الجمهور. لا كلمه عيب احنا عندنا في المغرب عيب شنو درنا شي حاجه. ايوه تعرف ليش؟ عيب لعيبتك، انت قاعد تقلل من لعيبتك. لا مش قلل من لعيبتك، تقلل منهم لما تقول الصف الثاني. انا معناته ترى يا جماعه ترى احنا هذا مش عارف لو انك كابتن هو مش بالكلام. لو انك اسمع الكلام. لا رحت الموقع الرسمي. بقول لك كابتن اسمع كابتن خليناك تتكلم. لا وما خليتنيش انت ما تتكلم. انا اليوم ساكت. يا اخي انت صار لك 4 ايام وانت قاعد وانت تقول لي عيب وانا ما جاوبتش. انا اقول لك عيب ادبيا يعني. لا مش عيب ادبيا، لان الاتحاد المغربي لكرة القدم الاتحاد لو انك زريت على الاتحاد المغربي في الموقع الرسمي تلقى المنتخب الوطني المغربي الرديف. ما معنى الرديف؟ يعني المنتخب الثاني مش المنتخب الاول. احنا في الموقع الرسمي لو اطلعت المفروض ما تنكتب هاي الرديف. بس ما المفروض ما تنكتب. لا ما تكتب، هذا واقع. هذا واقع يا اخي. لا هذا انت تغلل من اللعيبه. انتم عايزين المغرب يعني فزنا على المغرب لانه مغرب كمغرب مغرب قوي. مغرب هو قاطر الكره العربيه والافريقيه. والله ما اعرف. انا ما اعرف اصلا من وين. انا على بالي تونسي والله. لا واسمع والله انا افكرك منتخبات مشاركه في في انا على بالي انت من تونس. هو عندك بركات. هل المنتخب المصري الذي يلعب هنا في البطوله العربيه هو المنتخب اللي يشارك في الكاس؟ شاركوا 3/4 شاركوا. كل الناس عارفه ان المنتخب الثاني مع هو يقول لك لا عيب. قال لك هو عيب. هل المنتخب التونسي هو اللي يشارك؟ لا مو هو. لا عيب. هل المنتخب الجزائري هو الجزائري؟ خاطر شو اللاعبين في اوروبا. هذا ما فهم. انت ما فهمت كابتن حتى المنتخبات. كابتن ما فهمت المسج. يا كابتن انت ما فاهم انا شو اقصد. علي بالشيخ، هل المنتخب الجزائري الذي يشارك هو المنتخب اللي غيشارك كاس افريقيا؟
لا ولا فيهم لاعب اصلا. 4 منتخبات افريقيه، من الصعب انك تجيب انت ما فهمت علي انا شو اقصد. انا قاعد الحين افهم فيك. عيب كلمه. احنا اقول لك لا تقول هذول، لان هذول نواه المنتخب حيكونوا هم المنتخب الاول نفس الاول. فانا ما اريد اقلل منهم. ليش اقلل منهم؟ احمد السعيد وعادل رحموني، بس دقيقه شوي. الرجال عادل رحموني ترى 3 مرات قال لك ترى كلمه عيب عندنا في المغرب لها معاني اخرى. شو عيبها عربيه خالد؟ شو فيها؟ دقيقه معلش، هو يتكلم باللهجه المغربيه. في المغرب لهم كلمات معينه، يعني مثلا اسمح لي، لا اسمح لي، مثلا انا بلهجتنا احنا بيني وبين القطري والاماراتي ولا السعودي العماني، حتى لغه الدول الاخرى اقول لك يعطيك العافيه، يعطيك العافيه، يعطيك الصحه. في المغرب اذا قلت حق مغرب يعطيك العافيه معناته يعطيك النار. فهمت؟ في اختلاف في بعض اسمح لي، ما في ضحك. لا شوف لا دقيقه، نحترم. احنا مش ملمين يعني باللغات. لا انا اعلمك الحين دقيقه لو سمحت. اذا ما تعرف احنا نعلمك، ما فيها شيء. تجمعنا عشان نتعرف على بعض. معلش احمد رجاء، ما استنقص من اي ضيف عندي، لها الاحترام ولها التقدير وجيته على عيني وعلى راسي. استاذ كبير ومحلل كبير ومخضرم من المغرب العربي، من المغرب تحديدا، من مملكه المغرب، تقول له والله انا ما اعرفك انت تونسي. التونسي بعد على عيني وعلى راسي. انا دخلني في المغرب قال لي لا ايوه مغربي يا اخي، مغربي الجنسيه. لا هو قال خالد هو قال انتم بس انتم مركزين على المغرب والمغرب. قلت له انا ما اتكلم عن الدول. لا بس اسمح لي، انا المغرب على عيني وعلى راسي كل الدول. احمد شوف، انا ما ارضى بالغلط، تصرفوا مع بعض كيفكم، هذا امر متروك لكم. اختلفوا والاختلاف بالعكس وارد. نشأت اكرم من شوي قال لك رايي صواب يحتمل الخطا، غيري خطا يحتمل الصواب، خالصين. لكن لا تستنقص رجاء، لا وتستسمح منا، لانه هو 3 مرات قال لك كلمه عيب. انا ما معناها كبير عندنا في المغرب. هو يقول لك علي انا اذا انا بالشهادين كلهم كلمه عيب في المغرب. هو عنده قاعد يقول لك كلمه عيب لما يقولها. عيب كلمه غلط يعني؟ لا انا اسف. اذا كلمه غلط انا اسف. يا اخي اهدى الله يرحم والديك. خليك كلها عيب. ايش معناها لا اذا عيب في المغرب انا اسف. ما في مساله. انت قلتي بان فهمتني غلط، قلتي بان انا استصغرت من اللاعبين المغاربه المتواجدين في كاس العالم. لا انت قلتي عيب. لا مش عيب، لان ليه العناصر المغربيه الحاليه، فلو ان مثلا لا عبد الرحموني انت قلت لي العيب في المغرب. يا اخي تفضل احمد الرواس، لو سمحت انت بنفسك طلب مني انك ما تتكلم. انا اقول لك ارجوك الحين اتكلم، ارجوك يا اخي. في المغرب كلمه عيب تقال لي حاجه كبيره. ايوه كبيره جدا. كبيرة. انا سرقتك، وضعت يدي في جيبك، عيب. زي نفسها خالد، نفس الشيء ترى. ايوه هذه ايش نتكلم نحن كل ما يعرف المغرب. ايش واقع كلمه عيب في هذا؟ نفس المعنى. عفوا انا اقول من العيب انك هو شنو يقصد؟ شباب، هو ترى يقدر يترجم حق نفسه، وهذا الرجل ترى يعرف يتكلم عن نفسه. واذا مو حتى يتقبلها. لا بيتقبلها بالمختصر. خالد ما خليتني انت الحين بالمختصر اوضحها يا اخي. انا في مغربيين يتابعونا احمد على اساس ما تصير. انا كنت اقول خالد وقلت لي انا اذا ما تعرف بنعلمك خالد. دقيقه لو سمحت، حتى انت اعتذر خالد. انا اعتذر لك 1000 مره. انت تقول لا. انا اسمعني، انا رايح المغرب واعرف اذا انا اخطيت عليك انا احبك على خشمك. لا ما اريدك. لا احبك على خشمك. انت اتهمني يعني. لا اسمح لي، انا حسيت ان انا ما اعرف مغربي. اذا انا اخطيت عليك كندروا بالزاف يا اخي. احمد شوف احمد، اذا اخطيت عليك فانا اسف، حقك عليه واحبك على خشمك قلت لك. لكن الرجل لانها 3 مرات قالها، قال لك العيب عندنا انتقال لحاجه اخرى في المغرب. انا استوقف نفس الشيء عندنا طلعت. اسمح لي هو الان انا مالي خص نشأت عيب الرجل هنا يا اخي قال لي عيب بقى. اي صح، عيب بقى عليك، صح عليك. اهدى. احنا عندنا هو بالمختصر يقول لك يعني عيب انك انت تستنقص من لاعبين المنتخب المغربي المتواجد حاليا في قطر او في كاس العرب. ولكن استاذ احنا ما استصغرنا اللاعبين، احنا قلنا هناك منتخب اول عندنا في الموقع الرسمي للاتحاد المغربي. المنتخب الاول يكتبون هكذا في البلاغ: المنتخب الاول اللي يترأسه وليد الركراكي، المنتخب الرديف اللي يترأسه طارق السكيتيوي. لو ان احنا قصدنا على ان اللاعبين الكبار اللي متواجدين في المنتخب الاول لو حضروا كانت غيكون طعم اخر. لو حضر المنتخب المصري والتونسي والجزائري. انت مش في المغرب تقول ديما مغرب؟ ديما مغرب. خلاص ديما مغربي من حضر يا اخي. بالضبط هذا بس. طيب احنا عارفين كنا عارفين. تفضل محمد. خالد انا اشوف وايد يتردد الكلام هني وحتى برا، حتى بين زملاء ومحللين لي في قنوات